لحد ما الشهر ده يعدي ان شاء الله على خير، وبعد كده نبقى نفرش بقى السجاد تاني. هغسله واخليه زي الفل وبعد كده هشيله. بصوا بقى الاوضه بقت قمر في ثانيه ازاي، فاكرين بقى القرف اللي كان الاول؟ بقت زي الفل. هنا بقى الفراخ دي اللي انا كنت عاملاها معاكم، جبت بصلايه مبشوره بشويه فلفل اسمر ودعكت بيهم الفراخ. المقطع دوت ما اتصورش مش عارفه ليه. بعد كده اقطع طماطمايه، اقطع بصلايه، وارميهم كده في الشوربه. بحب اعمل كده قوي 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 قوي. بحب احط بصلايه صحيحه كده عشان انا اكلها. حطيت حبهان، قرنفل، شويه ملح، حط ايه تاني يا بنتي يا دعاء؟ شويه فلفل اسمر، نحط ورق لوري اهو. شوفوا اهو اهو. عايزه اقول لكم يا جماعه، التوابل والبهارات بتاعه اسوان حاجه كده خيال 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 بجد. لما استعملتها حسيت ان انا عمري ضاع في التوابل اللي انا بجيبها من القاهره هنا. ريحه جباره. اقل حاجه ممكن تحطيها منها وتدي طعم وريحه لا، حبيتها قوي قوي قوي. نسيب بقى الفراخ على النار، وبعد كده جبنا البتنجان بتاعنا. شلنا القمع بتاعه وغسلته وبفتحه كده فتحه. حطيته بقى يتحمر، وبعد كده نعمله بقى التتبيله بتاعته. طماطمايه او طماطميتين زي ما تحبي، انا بحب الطماطم فيه كتيره. معلقه هريسه شطه. هريسه الشطه دي تحفه 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 تحفه. عايزه اقول لكم والله العظيم ان هي بقى لها سنه كامله معايا دلوقتي زي الفل زي ما انتم ما شايفينها. حطيت قرن فلفل اخضر، حطيت راس توم، حطيت ليمونه، شويه كزبره، شويه كمون، شويه ملح. عايزه اقول لكم ان الكزبره والكمون بيودوا البتنجان في حته تانية. بس رحنا بقى ضربناهم في الكبه وجبناهم، ونحشي بقى قلب البتنجانه كده الفتحه اللي احنا كنا عاملينها في الاول. ايوه بصوا بقى، بصوا بصوا. ونعمل بقى سندوتش كده، عارفين السندوتشات بتاعتنا الحلوه؟ نعمل كده. آه عفوا ايها الساده. تقريبا كده 3/4 الوقت ان انا بنسى اعمل التليفون سايلنت. خلصنا البتنجان وركناه على جنب، واحلى دقه بتنجان ممكن تاكليها في حياتك. الفراخ استوت بسرعه. طبعا الفراخ دي مش بتاخد سوا، مش زي البلدي بتاخد سوا، دي مش بتاخد سوا. تعالوا بقى نعمل شويه فريك. انا قلت هعمل اكله بسيطه وسريعه كده لان انا كنت بجد مسحوله في اليوم ده جامد. الفريك ده منقيه كويس جدا، وبعد كده عملته في المطحنه. نزلت بمكعب مرقة دجاج، شوية ملح، شوية فلفل اسمر، نزلت بكمية شوربة محترمة. عصرت 2 طماطم في الخلاط، طماطمية ميتين، نزلت عليهم. وبعد كده بس كده كله ني كده، ونقيد عليهم على النار. ما حدش يركز في البوتاجاز بتاعي علشان انا هقوم اوريكم دلوقتي جماله وحلاوته. طلعنا الفراخ. الفراخ يعني ما بتقعدش حوالي، ما فيش تلت ساعة، يعني استحالة بتقعد تلت ساعة. طلعت الفراخ وركنتها على جنب عشان لو سبتها في الشوربه هتتهرى مني. دي بقى الملوخيه. قرطفتها معاكم في الفيديو، بس هي الفيديو دخل في بعضه مش عارفه ليه. وغسلتها كويس وسبتها في المصفى تتصفى. بعد كده نعملها بقى ايه بالمخرطه، نخرطها بالمخرطه. يعني انا عمري في حياتي ما عملتها في الكبه ولا هعملها، يعني مره جربتها عند ماما وما عجبتنيش خالص 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 خالص. انا اشطر واحده في عيلتي بعرف اعمل ملوخيه الحمد لله، وبشهادتهم يعني مش بشهادتي انا. فالملوخيه احلى ملوخيه تعمليها في الدنيا لما تعمليها على ايديكي في المخرطه، وتنعميها جدا 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 جدا. تفضل خضرة معاكي لحد اخر اليوم. تبقى قوامها عالي وعمرها ما تسقط منك. يعني الناس اللي بتعملها في الكبه، لا جربيها كده وهتدعيلي، وحياة ربنا هتدعيلي. الملوخيه اليومين دول حلوه قوي قوي قوي، ويعني احلى ايام ممكن نشيل فيها ملوخيه هي الايام دي. خضرة ومش فيها طين ورخيصه وحلوه، يعني اللي عايز يشيل ملوخيه يشيل ملوخيه اليومين دولت. جبنا بقى حله وجبنا ماده دهنيه اللي هي دهنه. خلينا متفقين ان انا مش بطبخ غير بالدهنه. نحمر الفراخ الاول عشان الانبوبه بتاعتي بعافيه، فمش هقدر ان انا اشغل 2 و3 على البوتاجاز، ومش هغيرها لما اجيب اجلها خالص. حمرنا الفراخ بتاعتنا
بصوا بقى لونها التحفه ده بلونها الجميل دوت. عايزه اقول لكم احنا بنسيب الفرخه كلها وبنتخانق على الزور انا وولادي. بصوا المقطع بتاع ارطفه الملوخيه اتلخبط معايا ازاي. معلش بقى معذره، انتوا اخواتي وحبايبي وعادي يعني الامور تدخل في بعضيها مع بعض مفيش مشكله. كنا بنقول بقى الملوخيه هاتوا كميه كده محترمه من الملوخيه. ولو انت اول مره تخزنيها هاتي حاجه هاتي كيلو مثلا وتعالي معايا، وعشان انا هعمل لكم فيديو تخزين الملوخيه وهوريكم جمالها وحلاوتها ورشاقتها. هي حوالي الكيلو ب10 جنيه دلوقتي او ب8 جنيه انا جايباها. فهاتوا كيلو وتعالوا مع بعض نخللها نخزنها ونعملها. انا مش بحب ملوخيه الشتاء قوي، بيبقى كلها طينه وورقها بيبقى مش ما بحبهوش بصراحه، يعني بحب ملوخيه الصيف احسن. ننزل بقى بمعلقه توم كبيره محترمه وعليها معلقه كزبره برضو كبيره ومحترمه. يا نهار اسود على البوتاجاز، يا نهار اسود على البوتاجاز. ما تركزوش معايا، غضوا النظر عن البوتاجاز يا جدعان. انا قلت لكم ان انا سايباه يتحرق ويولع كده عشان اعمل لكم وصفه حلوه قوي 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 اوريكم بيها ايه ازاي نعرف ننضف الدهون دي وحياه ربنا بجد. نزلت بقى بالشوربه بعد ما اتحمروا وتشوحوا وتشلوحوا مع بعض. ننزل بمكعب مرقه، ولازم احط مكعب مرقه على الملوخيه. انزل بقى بالملوخيه الخضراء التحفه بتاعتي دي اللي لونها مدي بهجه كده للفيديو. هربها كده او هفككها من بعضها بس. وخلصت الملوخيه، واحلى ملوخيه تاكليها في حياتك اما تحط لها كزبره ومكعب مرقه الدجاج، وطبعا تكون بلحمه او بفراخ. بصوا بقى، بصوا المطه بتاعتها والعرق بتاعها عامل ازاي. واوعي تنسي شهقه الملوخيه. يلا بقى نغرف مع بعض الاكل. بصوا برضو الفريك يعني احلى فريك صعيدي ممكن تاكليه في حياتك. اكله سهله وسريعه ومشبعه طبعا جدا. بصوا بقى الاكل يبقى قمر ازاي. يلا بقى اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد، بحبكم جدا.